السلام عليكم. دكتورة سلمى، أخصائي الأطفال من الصحة الأمومة. كنت عايزة أسأل دكتور أحمد، ليه دايما في فيديوهات سمعت كذا مرة قال إن حقن الرئة نوت انديكيتد أو مش بنحتاج لها غير في حالات معينة، مش بديها يعني روتين لكل الحالات. ليه بقى الموضوع ده يعني؟ هو هو سؤال مهم جدا طبعا، والاجابه بتاعته مهمه اكتر، ويا ريت الناس كلها تبدا تسمع الاجابه وتبدا تتعظ منها. طيب، اول حاجه حقن الرئه، آم، اللي عمل عليها ابحاث ولقى انها مفيده كان هم الاجانب. احنا شغالين بنظام كتب مبني على الجايد لاينز او الارشادات الخاصه، يا اما ببريطانيا بانجلترا، يا اما خاصه بامريكا، ومفيش حد فيهم رشح ان احنا ندي الحاجات كلها حقن الرئه. بناء على ايه؟ بناء على دراسات. وقال لك عشان انت تتجنب احتياجك لحقن الرئه محتاج ان انت تولد من اول 39 اسبوع، زي ما احنا بنعمل كده تقريبا. طيب، ليه بقى ما نداش لكل الحالات؟ ما هي مفيده ايه؟ لان هم في ابحاث لسه طالعه من 4 سنين، متاكده السنه دي، متاكده في شهر يناير 25، ان حقن الرئه مرتبطه بالاوتيزم. لقوا ان الحالات اللي خدت حقن رئه نسبه كبيره منها اطفالها بداوا يعانوا من الاوتيزم، وخصوصا الحالات اللي كررت الجرعه اثناء الحمل، اللي خدت اكتر من جرعه. طيب، ايه تاني اللي اتربط بحقن الرئه؟ زياده العدوى. لو حاله عندها سكر بيرفع السكر جدا، فاحنا كده الضرر اكتر من النفع. فاحنا حاليا نتجنبها ونستنى الوقت بتاعنا عادي جدا. مش معنى ان انا اخدتها ان انا اولد اول اسبوع في التاسع ولا 10 ايام في التاسع، لان الموضوع ده غير مثبت علميا ان هو بيحقق احسن استفاده. وان الرئه عمر، الرئه زي ما احنا عارفين هي عمر، حتى لو شافها على السونار كويس وخدت حقن الرئه، الدكتوره سلمى تاكد لنا الموضوع ده، هي الرئه عمر. معظم الحالات الحمد لله، حالاتي معظمها 99% يا دوبك يعني الحاله ولدت في الثامن كانت واخده حقن الرئه، قعدت يومين كان توأم وطلع. إن شاء الله. انما الحالات كلها ما بتاخدهاش والحمد لله بتعدي سليمه، تعدي كويسه ويبقى البيبي كويس ويطلع يروح مع الاهل، وده اللي احنا عايزينه. البيبي اتولد كويس في حقن الرئه، اتولد كويس ويعيط ويجري. لقوا التحصيل الدراسي بتاعه اقل، الكلام ده مش هتشوفيه غير بعد 4 سنين. لقوا ارتباطه بالاوتيزم المكتسب. حاجتين دول حاجات تقال ومش بتشوفيها ساعه الولاده. انت بتاخدي البيبي كويس يعيط وبتروحي، بس بعد كده لما يحصل مشكله زي دي انت مش هتربطيها عمرك بحقن الرئه. هي الدراسات اثبتت في بيبرز، عملوا دراسه على عدد كبير جدا ولقوا ارتباطها بالموضوع. واتمنى دكتوره سلمى نكون فهمتك كده الموضوع. إن شاء الله. لا، مبسوطة جدا إني سمعت المعلومة دي واستفدت منها، لأن فعلا حالات الأوتيزم كتيرة جدا ولحد الآن مش مثبت ليها سبب، كلها يعني سيريز أو نظريات، محدش عارف سبب تحديدا. فكويس إن احنا عرفنا حاجة زي كده. كمان يعني فكرة إن ما شاء الله تبارك الله دكتور أحمد مش من الناس اللي بتستسهل ويلا ندي حقنتين ثلاثة في الأول ونولد الحالة بدري، وما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يزيده من فضله وعلمه يا رب. نسب هايله جدا في ان تقريبا ما فيش بيبيز بيدخلوا الحضانه. الحمد ميرسي لله. دكتور احمد. شكرا دكتوره سلمى.